هيجي لك رساله على موبايلك بيقول لك فيها المندوب سوف يعيد الشحنه، يرجى تاكيد العنوان من خلال الرابط التالي. تلاقي لينك شكله شبه الرسم بالظبط، ودومين شبه موقع البريد، بس اللي مش باين ليك بقى انك داخل على فخ احتيال ممكن يضيع كل فلوسك. الصفحه اللي انت هتفتحها شبه موقع البريد بالظبط، 100% اللوجو والالوان حتى التصميم، بس كل القوائم الجانبيه مش شغاله. تكتب اسمك وعنوانك، يقول لك لازم تحط رسوم شحن صغيره، تدخل بيانات الفيزا بتاعتك، مبروك كده انت سلمت نفسك بايدك. هيئه البريد المصري يوم 23 مايو طلعت بيان بتحذر فيه الناس من النوع ده من الرسائل، وبتاكد انها عمرها ما تطلب بيانات شخصيه او حسابات بنكيه من حد او تدفع لها رسوم عبر لينك. وشركه الامن السيبراني جروب اي بي رصدت اكتر من 270 دومين بيقلدوا خدمات الشحن بالبريد في الشرق الاوسط، بس نصهم مخصصين للمستخدمين في مصر وفي الخليج. طب يا ترى تحمي نفسك ازاي؟ اول حاجه ما تخشش على اي لينك يوصل لك من رقم غريب. تاني حاجه لو انت مستني شحنه بالفعل كلم الشركه او افتح التطبيق الرسمي بتاعهم. تالت حاجه خليك دايما شاكك مش مسلم لاي حاجه، والرسائل اللي بتجيلك عاوز بيانات او استعجال. ومهم جدا ما تديش بيانات البنك بتاعك لاي حد كده. وطول الوقت هتلاقي طرق جديده في الاحتيال، بيستغلوا عدم وعي فئه كبيره من الناس وخاصه كبار السن. فدورك انت بقى توضح لاي حد قريب منك ياخد باله، لان رساله واحده ممكن تسحب رصيد بالكامل.